بنتها في عمرها 4 سنين خلاتها في الدار ومشات للخدمه. من بعد ملي رجعت من الخدمه لقات راسها في الحبس. هادشي اللي وقع لواحد المهاجره هنا في اسبانيا، وهاد القصه هذه بغيت نقاسمها معكم للعبره باش تردوا بالكم وتعرفوا العواقب ديال انكم تخليو الدراري في الدار بوحدهم اذا كانوا صغار. سمعوا مقطع بالاسباني اللي داز على الشاشه الاسباني اللي كيتكلم نفس الموضوع، وانا غنتقاسم معكم جميع التفاصيل الخاصه بهذا الموضوع هذا اللي كيهم بصفه عامه جميع الجاليه اللي كتعيشنا في اسبانيا. تفضلوا سمعوا المقطع. Y un caso tremendo en Madrid. Una madre ha sido detenida por dejar sola a su hija de 4 años por las noches para ir al trabajo. La mujer, colombiana de 27 años sin papeles, trabajaba en un pub de camarera. Está acusada de un delito de abandono. La dejaba durmiendo porque no tenía con quien la cuidara, dicen. Su llanto desconsolado alertó a un vecino que avisó a la policía. Cuando llegaron, la pequeña estaba muy asustada y llevaba todo el día sin comer. Lograron comunicarse con esta niña a través de la habitación del vecino, manifestándoles que eran policías, lo cual la niña accedió a abrirles la puerta. Se encontraba en condiciones de insalubridad, con restos de basura por el suelo, moho por las paredes, y además la niña les pudo manifestar que tenía hambre. السلام عليكم وتحية طيبة للجميع اينما كنتم، مرحبا بكم عام جديد. كيف ما سمعتوا هذا المقطع اللي كيتكلم على واحد المهاجره كتعيشنا في اسبانيا، نتقاسم معكم جميع التفاصيل الخاصه بهذا الموضوع هذا باش تردوا البال اذا طحتوا في موقف بحال هذا. القصه ما فيها الاخوان، هذه واحد المهاجره من كولومبيا كتعيشنا في اسبانيا وبالضبط في مدريد. هذه المهاجره هذه عندها واحد البنيته عندها 4 سنين. طبعا هي خصها تخدم على راسها وعلى بنتها باش تصرف. شنو لقات الحل اللي غادي يناسبها؟ بما انها كتعيش غير هو وبنتها ما عندهاش اللي يحضي لها بنتها، فلقات الحل اللي كاينه هو انها تمشي تخدم في واحد الباف بالليل. هذه المهاجره ما عندهاش الوراق، كتعيش بطريقه غير قانونيه في اسبانيا. لقات واحد الحل انها في الليل بما ان البنت غادي تكون ناعسه كتخليها ناعسه وكتمشي تخدم في واحد الباف. ربما كتقول مع راسها بان البنت ما غاديش تفيق وهذا، وتمشي تخدم على راسها تجي مثلا في اخر ساعه تكون البنت ناعسه. هذا هو الحل اللي لقات انه يناسبها باش انها تخدم على راسها وعلى بنتها وتصرف. طبعا بقات كتخلي بنتها تما في الدار وكتمشي تخدم، وهذا واحد النهار يعني البنت ناضت كتبكي كتغوت. هذا الجار ديالها ساق الاخبار على ما كيبان على حساب الاقوال اللي كتقول ديك الشرطه بان البيسينو ديال ابيتاسيون. كنعرفوا ان المدن الكبرى بحال مدريد وبرشلونه اغلبيه ديال الناس اللي كيعيشوا في السونتر ما كيشدوش يعني واحد الابارتمون ديالهم بوحدهم، واحد بيسو ديالهم بوحدهم. كتلقى بيسو كومبارتيدو، كتلقى بيسو قاسمين جوج العائلات اولا ساكنين فيه في 3 البيوت، كتلقى كل واحد كاري بيت. هادشي وقع في برشلونه وفي مدريد، هذه حقيقه يعني ماشي كذوب. بما ان الكرا غالي بزاف في برشلونه او في مدريد، غالي واحد الثمن يعني خيالي، لدرجه ان بيت تقدر تكري ب 600 الاورو او 500 الاورو البيت. فهنا كيصعب الامر على الانسان انه يكري واحد لابارتمون كامله بوحدو. هذا السيده على ما كيبان ان كانت كاري واحد البيت، فبما ان كاين الجار ديالها يعني كاري بيت حداها، ساق الخبر البنت الصغيره كتبكي وهذا، دق عليها وبقى كيقول لها فتحي لي الباب. البنت ما بغاتش تفتح الباب في الاول، من بعد ما قال لها ان البوليس وهذا حلت له الباب. لقى البنت يعني في وضعيه يرثى لها، فيها الجوع والوسخ في الارض، الزبل، هذا يعني في كونديسيونيس ديال الحياه ماشي في المستوى. على ما كيبان ان الام ديالها كان عندها واحد كما كنقولوا حنا واحد الديسكويد، ما كانتش كتهتم بها بزاف وما كانتش كتهتم بالنظافه وما كانتش كتهلا في بنتها بزاف. فالحل اخر المطاف مني هذاك البيسينو او هذاك الجار ساق الخبر وعيط للبوليس، فالسيده امها اللي كانت في الخدمه ملي رجعت من الخدمه داوها للحبس. طبعا هنا غادي تعرض لواحد العقوبه حبسيه حسب القانون المعمول به هنا في اسبانيا، بخصوص القانون ديال المينوريس، لان باش تخلي دري صغير عنده 4 سنين، هذه عندها 4 سنين في الدار بوحدها، فهي بالنسبه للقانون الاسباني فهي جريمه كبيره في حق هذاك الطفل هذه كما كيقولوا. هنا هذه الام هذه يعني خسرت مجموعه من الامور، تعرضت للملطه، ربما دوز الحبس، ربما يعني الامر اللي عندهم علاقه بالوراق انها غادي دير الوراق حيت ما عندهاش الوراق، ربما يعقد لها المساله ديال انها باش تحصل على اوراق الاقامه. يعني طاحت في موقف اللي هو خايب بزاف واللي غادي يضيع لها المستقبل ديالها كامل بواحد التصرف. يعني كان ممكن انها تخدم شي خدمه واحده اخرى ودي معها بنتها، ولكن ربما انها ما لقاتش، ربما ان ناسبت هذه الخدمه هذه، ربما كل واحد والظروف ديالو. حنا ما ندخلوش في الظروف ديال اي واحد. حنا الهدف من هذا الشيء هذا اللي كنتقاسموا في هذه القناه هذه هو ان العبره انك ما تفكرش شي نهار تخلي ولدك ولا بنتك بوحدهم اذا كانوا باقيين صغار.
من وريس في هذه الحاله هذه الى تحتي في شي موقف او لا ساقوا لك الاخبار، فهنا تقدر تعرض لغرامه ماليه كبيره وسجن يعني اللي ما كنتكونش انت كتنتظروا ما كنتكونش كتوقعوا بسبب هذه المشاكل هذه. طبعا هذا الشيء للعبره كما قلنا، وبغيت نتقاسم معكم في هذه القناه هذه باش تعرفوا اخر الاخبار اللي كاينه في اسبانيا واللي كتهم الهجره والمهاجرين بصفه عامه. اخوان اخوات، فيديو مهم، كنتمنى انكم تعطيو لايكات بزاف والبارطاج على اوسع نطاق كيوصل الفكره للجميع ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.